شهدت محافظة كركوك افتتاح مشروع تشغيل الشبكة النحاسية وتشغيل خدمة الإنترنت والصوت وفق تقنية VDSL لبدالات 90 وقضاء دوبز ضمن مشروع إعادة تشغيل الهواتف الأرضية. المدير المفوض لشركة مينا العراق وخلال حديثه لفضائية كركوك أشار إلى أن هذا المشروع هو الأول من نوعه على مستوى العراق، والذي يتميز بتقديم خدمة جيدة وبكلفة أقل، لافتا إلى وجود مساع لإعادة تشغيل الهواتف الأرضية وإعادة تأهيل البنى التحتية الخاصة بها في كركوك. مشروعنا هو مشروع إعادة الهواتف الأرضية وتشغيل الإنترنت وفق تقنية الIDSL أو الأحدث منها. الآن احنا جبنا تقنية الVDSL اللي هي أحدث من الIDSL، والحمد لله كانت خدمة جيدة. هذه الخدمة تتميز أنه قليلة الكلف على المواطن وخدمة جيدة وخدمة عالية. هذه الخدمة موجودة الآن في العراق لأول مرة، وموجودة في الدول العربية بالكامل، ومنها السعودية وإيران والدول العربية كمصر والجزائر، موجودة في كل الدول الأخرى. وأيضا من الدول العظمى موجودة اللي هي تقنية الIDSL تستخدمها بريطانيا العظمى. سعر الاشتراك يعني تعرف المعمول الآن هو 40,000 وكذا، احنا لا، كبداية انطلاقة مشروعنا في 30,000 وممكن قابل للنقصان وليس للزيادة. مع ذلك تشغيل الهواتف الأرضية وإحياء البنى التحتية، هاي البنى التحتية اللي هي ملك وزارة الاتصالات والبدالات اللي كلفت الدولة بمليارات الدنانير وملايين الدولارات. إعادة الخطوط الهواتف الأرضية اللي سعر الدقيقة هو 5 دنانير بين هاتف أرضي وهاتف أرضي آخر.